السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مشاهدي مستمعي قناة مقال اليوم. الجزائر تنتهي من تطوير المدرج الثاني بمطار تندوف وتتأهب لحرب خاطفة للمنطقة العازلة في الصحراء. استكملت الجزائر بناء المدرج الثاني بمطار تندوف ليصبح قاعدة جوية عسكرية قادرة على احتواء العشرات من الطائرات العسكرية الجزائرية بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود المغربية، في ظل عقدة النظام الجزائري الذي يعتبر المملكة المغربية العدو الكلاسيكي لها. وكشفت تسريبات نقلها كمال مذنيب عن معارضين عسكريين ببريطانيا أن الهدف الرئيسي للجزائر من تطوير مطار تندوف هو تحييد القدرات الجوية المغربية، خصوصا فيما يتعلق بالطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن هذا يتضح من الكمية الكبيرة من أنظمة الدفاع الجوي التي تم نقلها إلى هذا المطار وفي سرية كبيرة جدا حسب تسريبات مذنيب دائما. وقال مذنيب في تسريباته إن المنطقة العسكرية الثالثة شهدت حالة طوارئ كبرى يوم 14 نوفمبر 2022 نتيجة نقل الرادار الروسي المتطور إلى قاعدة تندوف العسكرية الذي يمتاز بقدرات في المراقبة البعيدة المدى ويستعمل لرصد تحركات الطائرات المسيرة، كما يعمل على تقديم المعلومات بشكل سريع حول مجمل المناطق التي تغطيها منظومات الدفاع الجوي. وحسب ذات التسريبات فقد اشتكى زعيم البوليساريو المفترض إبراهيم غالي لرئيس الأركان الجيش الجزائري من قوة المسيرات المغربية وأنها حالت دون تحقيق مخطط البوليساريو. وكشف مذنيب مخطط جنرالات قصر المرادية من إقامتها لمطار عسكري في الحدود المغربية عن رغبتها في حرب خاطفة تمكنها من احتلال المنطقة العازلة. بعدها ستقوم الجزائر بمطالبة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالتوسط بين الطرفين لإيقاف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات عاجلة. وزاد المصدر أنه سيكون آنذاك المرتزقة في موقع قوة لأنها تحتل المنطقة العازلة وستطالب في المفاوضات بإنشاء دولة البوليساريو في المنطقة العازلة مقابل سلام دائم مع المملكة المغربية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. المصدر دائما بالبريصة.